يا صباح الرزق، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جاية اتكلم عليكم كلمتين لستات البيوت القمر. حبايب قلبي، لو انت ست بيت وبتسكني في بيت مش في شقة، يعني بمعنى صح عندك حتة أرض تقدري تستغليها وتزرعي فيها أي حاجة بدون أي مشاكل، فأنا جاية أتكلم معاكي نفكر كده مع بعض وأقولك على فكرة جميلة. مش الستات اللي بتنزل تشتغل برا البيت هي بس بتساعد أجوازها، لا، ممكن كمان قوي تبقى ست بيت ناجحة وشاطرة وبتساعد جوزك، بتساعديه في مصاريف البيت من غير ما تخرجي برا بيتك كمان. زي ما هقولك النهاردة، ولنفترض انتي واحدة ساكنة في بيتك في الأرياف، عندك قطعة أرض قدام البيت، في الجنينة، ورا البيت حتة أرض فاضية كده. طبعا انتي فاهماني وفاهمة أنا عايزة أقولك ايه. فتقدري تجيبي فيها، ولنفترض نوع زي الدقاق والبامية. بذور البامية بتروحي تشتريها من عند العطار وبتزرعيها. كل ما عليكي ان انت بتنضفي حتة الأرض وتسويها وتحطي فيها البذور، وكل 3 أيام تسقيها مية كده. انتي بقى عندك في خلال 15 يوم أو 20 يوم بتلاقي إنتاج البامية بسم الله ما شاء الله على طول، ومربحة جدا. وانت طبعا عارفة ان البامية من الحاجات المحبوبة قوي عند المصريين، بتلاقيها قوي. وكمان بتبقى غالية في السوق. والله انا افتكر ان البامية وصلت 100 جنيه سعر الكيلو. فهنطبق الكلام ده مش على البامية بس، لا، بامية، فلفل، بتنجان. هوريكم دلوقتي الزرع اللي احنا زارعينه عبارة عن ايه. زي ما انتم شايفين البامية اهي، وانتاجها مربح جدا والله، وما شاء الله بترمي كتير قوي. ففكري كده لو عندك اي حتة ارض ما تكسليش، قومي واسعي. وزي ما قلت لك مش الستات اللي بتنزل تشتغل بس اللي بيساعدوا جوازهم، لا والله، انت تقدري بفكرة زي دي تنفذيها، هتبقي برضو ساعدتي جوزك. طبعا في الظروف اللي احنا شايفينها دي، والله الله يعين اي واحد معاه اولاد بيأكلهم ومعاه بنات عرايس بيجوزها. الله يعين كل واحد يا رب العالمين. حاولي ان انتي تكوني سند لجوزك مش لأولادك بس، ساعدي ساعدي معاه حاجة زي كده بسيطة جدا، تابعيها وانتي قاعدة مش هتخسري حاجة. هتبقي ست محبوبة والله، وهتهادي حبايبك كمان بيها. وزي ما قلتلك هي انتاجها ما شاء الله بترمي كتير. حاولوا تكونوا سند وعون لبعض، وربنا يعيننا ويعينكم يا رب العالمين. يا رب يكون الفيديو النهاردة قدرت ان انا اوصل فكرة او معلومة للستات البيوت اللي زيي. يا رب حد يكون استفاد. أشوفكم على خير. رعاية الله.